هو احنا ازاي فعليا كنا بنعمل صحاب؟ تحس كده انك فجأة كرهت المكان لكونك فيه لوحدك، رغم انك بتبقى حابب المكان ده قوي او اصلا كنت بتتمناه. وفعليا بدأ يبقى ليا صحاب من اول تالتة جامعة. ثانوية عامة من كتر ما انا كان عندي صحاب واعرف ناس كتير قوي، بتحس ان انا شخص اجتماعي قوي. مع اول موقف فعليا بيحصل لي بعد الثانوية العامة، انا كل الوشوش دي بتتبخر. اكتشفت ان دي مش حقيقتي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. محتاجه النهارده انكم تجيبوا حاجه كده تشربوها وتيجوا تقعدوا معايا، عشان هي قعده بنات شويه نتكلم فيها مع بعض في تفاصيل كتيره مهم انك تعرفيها، وتفاصيل كتيره انا مهم ان انا واجهني بيها، وهو ازاي تعملي صحاب. هو احنا ازاي فعليا كنا بنعمل صحاب؟ قبل ما تبداي الفيديو ده عايزاك تعملي لايك واشتراك وتسيبي لي كومنت لطيف، او شاركيني تجربتك كده قبل ما نبدا الفيديو. ازاي كنتي بتعملي صحاب؟ او شاركوني بحاجه تانية اهم، وانتوا اشخاص اجتماعيه ولا انطوائيه؟ لوحدك ولا معاكي صحاب كتير؟ فشاركوني بده في الكومنتات، وخلونا نبدا فيديو النهارده وازاي تعملي صحاب. اكتر حاجه بحسها صعبه هو لما بتقعد مع نفسك كده وتبدا تكتشف الجانب الحقيقي من شخصيتك. تقعد كده قاعده جد مع نفسك وتكتشف الترو سيلف. لو مش عارف يعني ايه ترو سيلف، هو الجانب الحقيقي جواك، فطرتك، طبيعتك الاصليه اللي لسه ما باظتش بفعل المواقف والازمات والظروف اللي انت بتمر بيها في حياتك. لو انت محتاج تتعرف على الترو سيلف، اكيد انا ببقى برشح لك انك تقرا كتاب شهرزاد اون فاير. الكتاب ده انا اتكلمت عنه في فيديوهات كتيره جدا، فخلونا نرجع لمرجوعنا في فيديو النهارده. وهو فعليا لما بتقعد مع نفسك كده وتكتشف حياتك، بتبان شخص اجتماعي، بتتعرف على ناس كتيره، بتتكلم مع ناس كتيره، لكن مع اول ازمه بتمر بيها بتتصدم في حقيقتك الاصليه، وانك مش شخص اجتماعي، انت شخص هادي جدا، ما بيعرفش يتعرف على الناس، ما بيعرفش يعمل علاقات. فبالتالي بتحس انك دايما لوحدك، او بتبقى فعليا لوحدك وما عندكش صحاب. وده حصل لي او واجهت نفسي بيه بعد اول فعليا ازمه مريت بيها بعد ثانويه عامه، ونفضت كل الوشوش من حواليا بعد ما كان عندي ناس كتيره جدا عارفاهم. فجاه مبقاش في حد في حياتي، انا دايما لوحدي، انا بقيت لوحدي. الوشوش ظهرت على حقيقتها، وانا اكتشفت حقيقتي انا، شخصيتي الحقيقيه، كوني شخص هادي. ومن هنا قررت ان انا مش هقف عند الحد ده، لا، انا هختار كليه هتبقى بتقاوح مع شخصيتي اصلا، وهي كانت كليه الاعلام. فكره انك داخل اعلام معناها انك شخص اجتماعي، بيعرف يقف ويتكلم وسط ناس، بيعرف يعمل صحاب، بيعرف يتعامل مع شخصيات مختلفه، مع طبقات مختلفه، وده ما كانش حاصل خالص في شخصيتي. ودي اول بوينت بحسها مهمه جدا لما تكتشف حياتك. كونك شخص هادي، خلي دايما اي خطوه بتاخدها هتساعدك انك تقاوح شخصيتك الاصليه دي، او تخليك تتغير او تتطور. دايما اختار الحاجات اللي تساعدك واحده واحده. يعني اختياري للدراسه هو ساعدني واحده واحده، ما صدمنيش في المجتمع بمعنى اصح، برغم ان انا وقعت في لحظات كتير لان حاجه مخالفه لشخصيتي او مختلفه عن شخصيتي، الا ان كل حاجه مريت بيها كانت واحده واحده بتدرب عليها، باخدها ستيب باي ستيب. فخلاني لا، انت هتقاوحي وهتتعلمي وهتتغيري. المشكله دايما في كونك شخص لوحدك، او شخص ما بتتعرفش على الناس بسهوله، ما بتعرفش تعمل صداقات. ده بيخليك شخص حساس، حاسس ان الناس كلها مركزه معاك، الناس كلها رافضاك، الناس كلها لو اتعاملت معاهم مش هيبقوا عايزينك في حياتهم. وده في الاغلب ما بيبقاش صح. طيب هو احنا ليه اصلا ما بنعرفش نعمل صحاب؟ العيب فينا ولا العيب في اللي حوالينا؟ تعالي بقى اصدمك في الجزئيه دي، تعالوا نتكلم فيها بمعنى اصح. المشكله دايما في الاشارات اللي انت بتديها للناس. الناس بتبقى مركزه معاك لكونك لوحدك او ما بتتعرفش لحد، وده لانك مميز مش لانك شخص منبوذ. بس الفكره فيك انت اللي بتديهم احساس بقى انك مش عاوزهم. انت دايما قاعد لوحدك، دايما نظراتك بتخلي اللي حواليك يحسوا ان انت متجنبهم. بتبقى دايما شخص بيقرر بطريقته ان هو يتجنب الناس، وفاكر ان الناس هي اللي بتتجنبه، وده مش حاصل. لان الحكايه كلها كونك شخص اصلا قاعد لوحدك ما بتتعاملش مع حد، ده مش هيخلي حد ياخد انطباع عنك، يعني مش هيخلي حد يحكم عليك بانه بيحبك او بيكرهك. انت ما اديتهمش فرصه ان هم يتعرفوا عليك، يعرفوا شخصيتك، يعرفوا طريقتك، يعرفوا تفاصيلك. فمنين هيحكموا عليك او هيقرروا ان هم بيحبوك او بيكرهوك؟ فالفكره كلها بتبقى في دماغنا اللي مديانا افكار هي مش حقيقيه خالص. الفكره ان مش دايما الناس بيبقى عندها الجرأة الكافيه انها تقتحم خصوصيتك. وده فعليا انك تبقى قاعد لوحدك مش عايز تتكلم مع حد، ما بتقولش رأيك، ما بتشاركش تفاصيلك. ده بيدي اشارات للناس ان انت شخص بتحب تبقى مع نفسك، انت مش عايز تتعرف مع حد. في اللحظه اللي اصلا انت فيها بتفكر ازاي تعمل صحاب، ازاي تتعرف على ناس، انت مديهم احساس ان لا، انا مكتفي بنفسي وعايز افضل لوحدي. فبالتالي مش هتلاقي حد بيقتحم خصوصيتك كده ويحاول يتعرف عليك او يحاول يعرف رايك
او حاول يعرف عنك اي حاجه تخليكم تكونوا صداقه مع بعض. حاول تدي لنفسك فرصه انك تتعامل مع اللي حواليك، ادي لنفسك فرصه انك تعبر عن رايك، تشارك وجهه نظرك، وشوف وقتها ردود افعال الناس. وقتها هتبقى بمعنى اصح فتحت الباب او وربت الباب عشان حد يحاول عشانك، عشان الناس ياخدوا فكره فعلا ان انت شخص ما بتعرفش تكون صداقه، بس انت محتاج تتعرف على حد، فهتلاقي اللي بيحاول عشان يتعرف عليك ويكون صداقه معاك. لكن طول ما انت قافل الباب خالص محدش هيحاول معاك. هنا بيوصلنا برضو لاول نقطه، انك تعرف حقيقتك، تعرف شخصيتك وطبعك، وده يخليك بتتعامل دايما على طبيعتك. فكرة انك شخص هادي ده مش معناه انك شخص لازم تبقى منعزل، لا، انت بتتعامل بهدوء في تفاصيل حياتك، بتاخد خطواتك ببساطة، مش بتبقى شخص هايبر زي اي حد بنشوفه بره. فلازم تعرف الناس طبيعتك وحقيقتك دي. مش معنى ان انا بقولك انك تعمل صحاب انك تجري تتعرف على اي حد فيبدأ يدخل كل من هب ودب في حياتك فيبوظالك، لا خالص. ادي لنفسك فرصة انك تتعامل بحقيقتك مش اكتر، تعبر عن رأيك، تشارك في حاجة على قد ما تقدر، تساعد حد في حاجة، وده المفروض ان احنا دايما بنعمله. واحدة واحدة هتعرف تكون صداقات، وهتبقى اديت فرصة للي حواليك، واديت كمان فرصة لنفسك انك تقنع دماغك ان كل الافكار اللي كانت فيها كانت غلط. انت شخص مقبول ويتحب، لازم تكون عارف ده قبل ما تقرر انك تاخد اي خطوة. اكتر حاجة بتضايقني في شخصيتي ان انا دايما ببقى نفسي اساعد ونفسي اشارك ونفسي اعبر عن اللي جوايا، بس خايفه هما ما بيحبونيش، هما ما بيتعاملوش معايا، فانا اي فعل هاخده هقابله ردة فعل هتجرحني، وده الحقيقه ما بيبقاش صح. وانت لحظه ما بتدي فرصه للي حواليك بتكتشف فعليا مين اللي شبهك ومين اللي هيتناسب مع شخصيتك. فدي بتبقى حاجه لطيفه جدا انك تبدا تتعرف على المجتمع اللي حواليك، ويبدا المجتمع اللي حواليك ان هو برضو يتعرف عليك. فما تقعدش دايما لوحدك، ما تتجنبش الناس، ما تتجنبش كل حاجه حواليك، ادي لنفسك فرصه انك تتعرف على الناس والناس تتعرف عليك. فمفيش شخص بيبقى مرفوض من الدنيا كلها، ادي لنفسك برضو فرصه. او يا ستي ابسط حاجه ممكن تعمليها بانك تشاركي على جروبات الدفعه. طبيعي جدا ان في اي كليه بندخلها يعني بيبقى فيه جروب من الدفعه بتتناقشوا فيه مع بعض، بتهزروا فيه مع بعض، بتشاركوا تفاصيل معينه عن الكليه، بتشاركوا الانشطه بتاعتكم. ما تبقيش حتى في ده متجنبه الناس، يعني خلي الناس تبدا تدور عليكي، هي مين اللي بتهزر معانا، هي مين اللي بتتكلم معانا، هي مين اللي بتساعدنا. لو عندك سؤال عن اي حاجه ما تتحرجيش انك تحاولي انك تسالي عن الحاجه دي. صدقيني مش كل الناس وحشه، مش كل الناس بتبقى مش عايزه تساعد، مش كل الناس بتبقى عايزه تساعد بمقابل معين. في ناس لسه كتيره حلوه، في لسه ناس كتيره بتساعد بدون مقابل، في ناس لسه كتيره حابه المساعده. فمفيش مشكله لما ترمي سؤالك على الجروب وتلاقي الناس بترد عليكي، على الاقل هتتعرفي على الشخصيات اللي حواليكي وتعرفي برضو مين الانسب ليكي. لكن الحاجه دي بنلاحظها دايما في الدراما المصريه، هتلاقوا ان اغلب الناس اللي كانت ساكنه في حواري وهي نازله من بيتهم على الاقل بترمي السلام، فبترمي السلام هنا وهنا، بيبدا الناس تعرفهم، بيبداوا يحاولوا يتعاملوا معاهم. وده فعليا المفروض تعمله لما تبقى داخل على اي مكان. مفيش مشكله ان احنا نرمي صباح الخير، عاملين ايه، السلام عليكم، اي حاجه تحس الناس ان انت هنا وموجود، اتعاملوا معايا، انا مش رافض المجتمع او مش رافضكم. والفكره في انك دايما لوحدك او دايما بتتعاملش مع الناس، بحس ان ده بيعمل عجز عندنا في طريقه التعبير عن مشاعرنا على الاقل. يعني هتبدا واحده واحده حتى اقرب الناس ليك اللي انت واخد عليهم وبتتكلم معاهم، هتحس انك في ردود كتير ما بتعرفش تردها، في حاجات كتير ما بتعرفش تعبر عنها. كل ما بتحتك بالناس كل ما شخصيتك ولسانك بياخد على الكلام، بيعرف تعبر عن مشاعرك، بتعرف تاخد خطوات في ردود افعالك كتير. فما تعجزش نفسك، ما توقفش تفكيرك، ما تعطلش لسانك بكونك دايما لوحدك. طيب يا مريم، انا عملت كل اللي قلتي عليه بس لسه مش عارف اجمع صحاب، فما بنزلش من البيت. هو انت ليه ما بتنزلش من البيت؟ ليه ما بتحاولش تشارك في الحاجات اللي شبه اهتماماتك؟ يعني كوني شخص بيحب القرايه، ففي اوقات كتيره ندوات بتتعمل للقراء، في معارض بتتعمل، ليه ما شاركش في ده؟ ليه ما نزلش في الحاجات دي؟ احاول ابقى متواجد فيها، هلاقي ناس شبهي،
ناس بتهتم بنفس اهتماماتي، شخص بيحب الرياضه ليه ما يقعدش في مكان بيتفرجوا فيه على رياضه بيمارسوا في رياضه، عشان تبدا تشوف الناس اللي شبهك فتقدر تتعرف على الناس اللي انت محتاج تتعرف عليهم ويبقوا في حياتك لانهم نفس اهتماماتك. عرفت على ناس وبدات تكون صداقات، ده مش معناه ان كل اللي اتعرفت عليه ده لازم يشاركوك كل تفاصيل حياتك، مش لازم لما تيجي تخرج الناس دي كلها تخرج معاك، مش لازم لما تيجي تخرج اصلا يبقى في حد معاك، مش لازم تنزل تشتري حاجه يشاركك حد. معنى ان انت اتعرفت على ناس فبدأت حياتك تمشي انك ما بقتش لوحدك، بس ده برضو ما يمنعش انك اوقات هتبقى لوحدك، اوقات هتشارك نفسك، اوقات هتنزل لوحدك، اوقات هتقعد تقرا كتاب لوحدك وممكن ما تعرفش تشارك حد الكتاب ده، اوقات تنزل تشتري هدوم لوحدك، اوقات هتسافر لوحدك، اي كان فانت ليك برضو حدودك وشخصيتك وحياتك، بس في نفس الوقت انت قدرت تواكب انك تعمل صحاب وتتعرف على المجتمع بشكل افضل. وفكره ان يبقى ليك حدودك او بتعرف تقعد مع نفسك، بتعرف تتعرف على نفسك بقدر كافي، ده يخليك تعرف دواخل نفسك، هيخليك تبقى قادر برضو لما تتكلم عن نفسك مع ناس تبقى عارف تعبر عن نفسك، عارف حياتك ازاي، عارف تفاصيلك ايه، عارف اهتماماتك ايه، عارف انت بتكره ايه، عارف انت مش عايز ايه في حياتك. فلازم من فتره للتانيه تبقى مع نفسك تتعرف عليها، تاخد وتدي كده معاها وتعرف ايه اللي انت محتاجه بمعنى اصح. وفي نفس الوقت في كل مره هتتعرف فيها على نفسك اكتر هتبقى حتى قادر لما غيرك يمر بمواقف معينه تبقى قادر انك تدي رايك، تبقى عارف الصح من الغلط. بس حاجه مهمه جدا لازم نعرفها لما نيجي نكون صداقات في حياتنا، الصداقه مش معناها انك تفرض رايك على اللي حواليك. شفت اللي حواليك بيعملوا حاجه غلط، انت واجبك كصديقهم ان انت تعرفهم ان ده غلط او ده مش مناسب او الافضل ان هم يعملوا كذا، بس ده مش معناه نهائي انك تفرض رايك عليهم، لان دي كانت من اوحش الحاجات اللي كنت ممكن اكون بعملها بدافع ان انا خايفه على صحابي، انا خايفه عليكم فما تعملوش ده، وافضل مصره ومتضايقه لو فضلوا في الحاجه اللي هم بيعملوها، بس ده مش صح، هو ده كان بيضايقهم مني او بينفرهم مني. فكره انك تبقى عايز توجه حد للصح مش بيبقى بفرض الراي، بيبقى بانك حاولت معاه مره التانية وتسيبه قراره، في النهايه هو هيتحمل مسؤوليه اللي بيعمله، مش انت اللي هتتحمل مسؤوليه ده. حاجه مهمه وانتوا بتكونوا صداقات لازم تبقوا عارفينها ان مش دايما بعد ما نكون الصداقه دي انها تستمر، اوقات كتيره الدنيا بتاخدنا، اوقات كتير بنكتشف ان اهتماماتنا بقت مختلفه عن بعض فما بقيناش مناسبين لحياه بعض. ده مش معناه ان انت وحشه او هي وحشه، لا خالص، بس الدنيا اخدتنا، الدنيا بينا اختلفت بمعنى اصح، فده وارد جدا في تكوين كل الصداقات ان الصداقات دي ما تدومش. فعشان كده ما تدلقش قوي وانت بتكون صداقات مع حد، خلي بالك على نفسك، اعمل برضو كده حدود لنفسك بحيث ان انت لما تتعرف على حد تبقى بتدي نفسك فرصة انك تعرفه وهو يعرفك، لعل يكون هو في صفات ما تناسبكش ممكن تأذيه، فخلي بالك دايما برضو على حدودك النفسية ان مفيش حد يتخطاها ويأذيك. اكد تاني ما تدلقش في معرفتك بحد، بنجري نعرف الناس اسرارنا وحياتنا وتفاصيلنا، مش صح. طبيعي جدا انك تشارك اللي حواليك، بس مش الطبيعي انك تشاركهم حاجات مش المفروض ان هم يعرفوها. ودايما لما اللي حواليك يحسوك ان هو قد ايه انت وحش عشان انت مش بتعرفهم كل الدواخل بتاعتك والتفاصيل، ما تقتنعش بانك وحش، حريتك الشخصيه، انت حر تقول اللي انت عايز تقوله وما تقولش اللي انت مش عايز تقوله، طالما اللي انت ساكت عنه او مش عايز تشاركه ده مش حاجه هتاذيه مش حاجه هتضرهم، يبقى براحتك، دي حياتك الشخصيه. فكره انك تبقى عايز تحبب الناس فيك ده مش معناه انك تبقى بتعمل لهم كل حاجه في الحياه. وانت قبل كده قرات في كتاب قالك ان احنا من طبيعتنا وفطرتنا اصلا ان احنا دايما بنحب نبقى مرتاحين، ان احنا كل حاجه تتقدم لنا، بس بعوامل الحياه ولما بنكبر وبنبدا كده اهلنا يربونا بمعنى اصح تكتشف ان انت بيبقى عليك مسؤوليات. بس بيجي مثلا واحد واحده يتجوزوا تبدا هي بتعمل له كل حاجه في الحياه وبعد كده تبدا تشتكي ان هو ما بيساعدهاش. طب ما انت اللي وفرتي له كل السبل اللي تخليه هو ما يساعدكيش او يحس ان انت محتاجه مساعده، وحاسس ان دايما هو المفروض اللي ياخد منك ما يديكيش اي حاجه، فانت صحيتي جواه فطرته اللي هي متعوده على الراحه فبتتضايقي ليه. فده خلي بالكم منه برضو في تعاملكم مع البشر، ما تبقيش انت تعملي كل حاجه لصاحبتك ومهيئه لها الدنيا خالص وتتضايقي ان هي مش بتقدم لك اي حاجه، ما انت اللي عودتيها على ده. لازم تحترمي حدودك وتاخدي بالك على نفسك، فاحترمي حدود غيرك. مش لازم معنى ان احنا بقينا صحاب ان احنا نضغط بعض، عادي جدا ان انا ابعت لحد مسج وما يبقاش دلوقتي قادر يرد عليا، ما يبقاش قادر بكره يرد عليا، ممكن بعد مده يرد عليا، وارد جدا. مش لازم كل يوم نتواصل مع بعض تليفونيا، مش لازم كل يوم نخرج مع بعض ولا اسبوعين نخرج مع بعض، سهلوا الدنيا على بعض عشان هي بقت صعبه بتفاصيلها بقدر كافي، فمش محتاجين ان احنا نصعب على بعض. اكتر حاجه هنتعلمها كل ما بنكبر
انك تتعرف على ناس بتسهل الدنيا عليك في النقطه دي. يعني عمري ما مثلا بصاحب حد احس ان انا لو غبت عنه علاقتنا هتتقطع، لا عادي، احنا الدنيا بتاخدنا ونروح ونيجي، بس وقت ما بنتقابل يبقى كاننا كنا مع بعض امبارح، لان كل واحد عارف ان هو وراه مسؤوليات مشغوليات، او حتى سيدي انا ما عنديش طاقه كافيه ان انا اتعامل، ده وارد جدا. فتقبلوا الجزئيات دي في بعض عشان ما تهلكوش بعض، او عشان ما تبقاش في نظر اللي حواليك شخص زنان. في النهايه كونك تعمل صحاب ده بيهون عليك الدنيا وبيساعدك تكمل في حاجات كتير. زي ما قلت لك في البدايه ان اوقات بنكره اماكن او ما بنحبهاش لمجرد ان احنا لوحدنا، زي مثلا انك تبقى في محاضره معينه فانت مالكش صحاب، فلما تطلع كده تجاوب او تيجي تتفاعل مش لاقي حد يشجعك، لاقي حد يدعمك، فبالتالي بيبقى مع اقل موقف بتحس ان انت بتتحرج قوي وبتكره المكان اكتر. عشان كده محتاجين دايما في اي خطوه بناخدها ان يبقى لينا صحاب، لينا معارف، نحاول واحده واحده. وبتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم، واشوفكم في تفاصيل جديده، رغي جديد، وشاركوني رايكم في اللي انا اتكلمت فيه ده، واشوفكم على خير.